بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبنا طلابنا، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي يا جماعه ميعادنا مع ترايل اكزام نمبر 1 بس 1 بلس. ايه الكلام ده؟ ده الامتحان الثالث في الترتيب، ولكن هم مسمينهم 1 و2 وبعد كده نزلوا 1 و2 تاني، فهنسمي ده 1 بلس و2 هنسميه 2 بلس. كده يبقى احنا في 4 امتحانات تمام تحت اسم 1 و2. حلو كده؟ قال لي جميل. طيب عشان نبدأ مع بعض الامتحان زي ما احنا متفقين مع بعض يا جماعة ان انت لازم تحل بايدك، تمام؟ ومش هنقعد نقول الكلام ده كل شوية، ولكن الماس ما بيتسمعش، ما بتقعدش تتفرج على الاسئلة وهي بتتحل. انت بتفتح السؤال تبص عليه، تعرف تحله؟ اعرف احله، اختار. بعد كده اللي بعده عرفت احله؟ اختار. اقعد حل حل حل، تمام؟ بعد كده بص هل الاختيارات بتاعت حضرتك صحيحه؟ تمام، يبقى انت كده زي الفل. والله عايز اتاكد في حته كده مش فاهمها قوي او اتلخبطت فيها او جت معايا بايلك، ارجع ابص على السؤال المستر كان بيحله ازاي. حلو، فيلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا 10 اسئله زي ما احنا متعودين. الاسئله ام سي كيو، هيبقى كل سؤال بدرجه، فهي اسئله يعني في السريع منه كده. أول سؤال معانا في الكومبلكس نمبر وبيقول which of the following is the graphical representation of a complex number. عندنا حاجة يا جماعة اسمها أرجان دايجرام. أرجان دايجرام بنعبر فيه عن كل الكومبلكس نمبر عن طريق المودولس والأمبليتيود. حلو، ولازم ناخد بالنا إن إحنا معانا كومبلكس نمبر في الستاندرد فورم. طب نتأكد إزاي؟ قال لي ده المودولس، فالمودولس ده لازم يكون رقم بوزيتيف، قلت له بوزيتيف. قال لي في كوساين وفي اي ساين، وده بلس. حلو قوي كده، كده ده بقى ستاندر. يبقى معنى كده دي اسمها البرنسبل امبليتيود. حلو كده؟ قال لي جميل. يبقى معايا حاجه اسمها المودولس وحاجه اسمها البرنسبل امبليتيود. فمودولس الزد هو عباره عن 2 روت 2، وده اللينس بتاع اللاين سيجمنت. قلت له طب جميل. والثيتا البرنسبل بتاعت حضرتك هو مسميها نيجاتيف باي اوفر 4، يعني نيجاتيف 45. وده معناها ان هي في الفور سكوات. جميل جدا. تعالى بقى نشوف الشكل اللي النمبر فيه في الفور سكوات. طبعا ده في الفور سكوات، قال لي جميل، اللي هو الاي يعني، والبي برضه في الفور سكوات. يبقى السي غلط عشان هي في السكند كوات، والدي غلط عشان هي في السكند كوات. طب تعالى نختار مين ان المودولس بتاعه ب 2 روت 2. فيجي واحد يقول لك ما هي دي 2 روت 2. لا يا معلم، دي الريل نمبر ودي نيجاتيف 2 روت 2. يعني معنى كده لما نيجي نشتغل كأن معايا رايت انجل ترينجل. ادي الرايت انجل ترينجل اهو، دي ب 2 روت 2 ودي ب 2 روت 2. هل لما نجيب الهايبوتنس هيطلع ب 2 روت 2؟ لا برضه. امال هيطلع بكام؟ هيطلع ب 8. تمام، جرب كده يطلع ده ب 8. هل ده ينفع؟ لا ما ينفعش. يبقى هي الاختيار بي. طب تعالى نتاكد. ده ب 2، قلت له وده برضه كمان بكام؟ ب 2. يعني ده 2 وده 2، فلما نيجي نحسب الهايبوتنس طبعا هيطلع بكام؟ ب 2 روت 2، والانجل اهي دي الانجل اللي هي نيجاتيف 45 او نيجاتيف باي اوفر 4. يبقى الاختيار بتاع حضرتك هو ليتر بي. تو جميل. اللي بعده the fifth term from the end او from end in the expansion x squared minus 1 over x all power 20 according to descending power. طيب هنعمل ايه عشان نجيب الفيفث تيرم from the end؟ بص يا معلم، اول حاجه هو بيقول according to descending power، وانا علمتك ازاي تفرق ما بين الاسcending والديسندنج. خد بالك انا عندي الفورم بتاعتنا a بلس اور ماينس البي. حلو، قول باور n. لو الايه يا جماعه هو الكبير يبقى معنى كده الباور ديسندنج. يعني ايه؟ يعني هنا مثلا هنا انت عندك الاكس باور 2 وهنا الاكس باور نيجاتيف 1. يعني انت لما تيجي تكتب دي كده تبقى اكس باور 2 ماينس اكس باور نيجاتيف 1 اول باور 20. مين اعلى باور؟ الاي ولا البي؟ الاي طبعا، يبقى ديسندنج زي ما احنا شغالين. طب لو البي هو الكبير يبقى اسندنج. طيب حلو كده، المساله بتاعتي مظبوطه ما فيهاش اي لخبطه. حلو، انت قلت لي فروم ذا اند، سوري انت قلت لي فروم ذا اند. فساعتها عشان ما تتعبش دماغك تعمل ايه؟ اقوم مبدل الاي مكان البي، يعني خلي دي 1 اوفر اكس ماينس اكس سكويرد اول باور 20. اعمل الحركه دي امتى؟ ابدل الاي مكان البي امتى؟ لما يقول لك فروم ايه؟ فروم الاند. حلو، بس خلاص روح بقى هات تي 5. فالتي 5 طبقا للرولز بتاعتنا هيبقى اسمه ان سي 4 بي باور 4، دي الجديده طبعا، اي باور ان ماينس 4 اللي هو 20 ماينس 4. حلو، اللي هي طبعا زي ما انت عارف ان الاي بكام؟ الان ب 20. تعالى كده اهو نكتبها تاني، 20
سي 4. طب حلو، يلا بقى نعوض. يبقى 20 سي 4 البي الجديده اللي هي بنيجاتيف اكس سكويرد اول باور 4 اي اللي هو 1 اوفر اكس اول باور 20 ماينس 4 يعني كام؟ يعني 16. حلو، فتيجي هنا تقوم شغاله يا معلم 20 سي 4 ده نمبر موجود في الاختيارات زي ما انت شايف، نيجاتيف اكس باور 2 النيجاتيف دي هتتشال عشان الباور 4 فتبقى بوزيتيف. قلت له حلو، وناخد اكس كده عبيطه نجمع عليها الباور. قلت له طب يلا نجمع الباور على الاكس العبيطه دي. 2 باي 4 يطلع الانسر ب 8. طيب وهنا الاكس دي باور نيجاتيف 1 تتضرب في 16 يبقى نيجاتيف 16. حلو كده، ده الباور بتاع الاكس. فيطلع عندك الانسر بتاع حضرتك اللي هو بقى كام؟ اهو يطلع عندك 20 سي 4 اكس باور نيجاتيف 8. حلو كده، اللي هو الاختيار لتر مين؟ لتر بي برضو. تمام، عشان كده انا ما اخترتش السي عشان فيها نيجاتيف، ما اخترتش الاي عشان فيها نيجاتيف. حلو، وطبعا على الاختيارات احنا بنعمل سم للباور، فلو انت خدت بالك اهو هيديني هنا 20 سي 4 وهنا اكس بنجمع الباور فيطلع عندك هنا 8 ماينس 16. حلو ماشي كده يا معلم. السؤال الثاني، السؤال اللي بعده سؤال نمبر 3 بيقول if the distance between the point and the x y plane is 6 unit. تعرف تقول لي الايه بكام؟ هنا ده سؤال solid geometry في يونت 1 بيتكلم عن distance between point و x y plane. قلت له يا مستر احنا لما كان معانا x y و z دي البوينت وعايز تجيب بعدها مع الاكس واي بلين، فكنا بنقول ان الديستنس هي ابسوليوت الثالث، يعني ده اكس واي بلين يبقى ابسوليوت الزد بس خلاص. فيبقى هنا احنا عايزين الديستنس عباره عن ابسوليوت الزد. من الزد ال 3a ادي ال 3، يبقى ال 6 اهي ايكوال ابسوليوت ال 3a. حلو، يبقى معنى كده ان ال 6 ايكوال، خد بالك بوزيتيف اور نيجاتيف 3a، يبقى ال 6 يبقى ال a ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 6 اوفر 3 يعني 2. طبعا هنا هو محدد ان الاي رقم بوزيتيف فاختار البوزيتيف بس، لكن لو جالي سؤال زي ده يا جماعه وما حددش ان هي بوزيتيف لازم اختار الحلين الاثنين، لان دي مش ديستانس عشان تختار انت الجزء بتاع مين؟ البوزيتيف بس. لازم هنا تقول لي بوزيتيف اور ايه؟ اور نيجاتيف. فيبقى هنا الاي ايكوال نيجاتيف 2 وهذا ريفيوزد. اما لو هو مش حاطط الكونديشن ده حضرتك هتختار البوزيتيف اور ايه؟ اور نيجاتيف. يبقى الاختيار لتر بي برضو. تمام، هنيجي دلوقتي كويستشن نمبر 4 بيقول لك if y equal n power 3 minus 1 will z equal 1 minus n squared then dy dz when n not equal 0. دي مسألة parametric differentiation أو chain rule. طيب احنا كنا بنعمل ايه عشان ما نغلطش في المسائل دي يا جماعة؟ كنا بنعمل الآتي، كنا بنقول أنت عايز ايه؟ فيقول لك أنا عايز الدي واي دي زد، فنقوم قاسمين الدي واي دي زد دي حتتين كل واحد في مكانه، الدي واي فوق دي زد تحت، ويبقى البارامتر من البارامتر الان، فيبقى عندي دي واي دي ان ودي ان دي زد ونقوم عاملينهم ملتبلاي. يبقى مهمه حضرتك دلوقتي ايجاد الدي واي دي ان وايجاد الدي ان دي زد او مقلوب اي حد فيهم. طب يلا يا مستر، اول حاجه الراجل قالها قال ان الواي ايكوال ان باور 3 ماينس 1، فتعالى نعمل ديريفاتيف وذ ريسبكت للان فيديني دي واي دي ان يبقى اسمها 3 ان سكوير. الحاجة التانية أنا معايا إن الزد إيكوال 1 ماينس إن سكويرد، فنعمل ديريفاتيف وذ ريسبكت للإن فيديني دي زد دي إن اللي هو مين؟ نيجاتيف 2 إن. بس خلاص، تعالى بقى نطبق الرول. الرول بقى دي واي دي إن موجودة معايا، قال لي دي واي دي إن أهي بكام؟ ب 3 إن سكويرد ملتبلاي دي إن دي زد. مش معايا دي إن دي زد بس معايا الدي زد دي إن الريسبروكال بتاعها، يعني نعملها ملتبلاي 1 أوفر 2 إن. حلو؟ نيجاتيف طبعا، فيطلع عندك الانسر نيجاتيف 3 ان سكويرد اوفر 2 ان. فالان طبعا زي ما انت عارف هتروح مع مين؟ مع الان اللي فوق دي، فيطلع عندك الانسر نيجاتيف 3 اوفر 2 من الان اللي هي برضو لتر بي. واخد بالك ان كل الاختيارات بي، وده لا يدل على اي حاجه عشان في ناس كده بتيجي تاخدها بالحب، عارف اللي هو اكيد بقى الخمسه مش هتبقى بي. تمام، انت مالك يا عم؟ حل واختار، مالكش انت دعوه بالقصه. تمام، مفيش حاجه اسمها انت بتخمن اصل اللي حاطط الامتحان، لا يا معلم مفيش حاجه اسمها كده، وفي موديلز وفي قصه. شوف الاختيار الصح وركز في المساله. ويا جماعه نصيحه صغيره بعد اذن حضرتك، تمام،
ما تفكرش بره اطار المساله. طول ما انا بحل المساله نمبر 4 بص ما فكرش في اي حاجه في الدنيا غير المساله نمبر 4. حلو، مالكش دعوه باي حاجه ثانيه. السؤال اللي بعده نمبر كام؟ 5. بيقول f of x عباره عن e باور 8x minus x سكوير. then the function decreasing في الانترفال من كام لكام؟ طبعا يا جماعه احنا في مثال الانكريزنج والديكريزنج انت عارف وانا عارف ان احنا عندنا خطوات ثابته. اول حاجه بنجيب الاف ده شوف اكس، قلت له ماشي، فيلا يا جماعه نجيب الاف ده شوف اكس. هنعمل ديريفيتيف، مين اهم الباور ولا الاي؟ الباور. اعمل ديريفيتيف للباور يبقى اسمها 8 ماينس 2x. حلو، بعد كده اي والباور ما بيتغيرش 8x ماينس اكس سكوير. ناخد الكلام ده نساله كام سؤال؟ سؤالين يا جماعه، امتى بزيرو وامتى انديفايند. قلت له طب يلا نساله الاول امتى بزيرو. اف ده شوف اكس انت امتى بزيرو؟ قال لك بص يا اما الاول بزيرو يا اما الثاني بزيرو. قلت له يبقى 8 ماينس 2x ايكوال 0، يبقى معنى كده ان ال 8 ايكوال 2x، يبقى الاكس ايكوال 4. حلو، فاجي اساله طب هو امتى؟ هل الثاني ينفع يكون بزيرو؟ يعني هل اللي هنا اللي هو e باور 8x ماينس x سكويرد ايكوال 0 امتى؟ مفيش حاجه اسمها كده، تمام؟ فمعنى كده ان ده رقم ريفيوزد. حلو، قلت له ماشي ده ريفيوزد ما فيهوش مشكله. طب امتى انديفايند؟ مفيش انديفايند. ليه مفيش انديفايند؟ عشان مفيش دينومينيتور، مفيش بيس وايز. ايه الانديفايند هيجي منين؟ والدومين بتاعك ار، فمفيش اي مشاكل عندك. حلو، يبقى نعمل نمبر لاين. النمبر لاين اهو يا جماعه. حلو، هنحط عنده الفور، الاكس تحت زي ما انت عارف، والاف ده شوف اكس عشان نعرف هي بكام، وبعد كده بنحدد الانكريزنج والديكريزنج للاف اوف اكس. فتيجي هنا عند الاكس ب 4، الاف داش كانت بكام؟ بزيرو، ودي كريتيكال بوينت. قلت له طب جميل، تعال بعد الفور وقبل الفور نعوض. قلت له ماشي، فتعوض برقم قبل الفور وليكن 3. قلت له ماشي، ات الاكس ب 3 هي ده مثلا. نعوض فين يا معلم؟ في الاف داش. فنيجي عند الاف داش دي ونشيل كل اكس ونحط مكانها كام؟ 3. ف 8 ماينس 6 هيطلع الرقم ده بوزيتيف. قلت له ماشي، ولما تعوض هنا باي رقم في الباور هيطلع برده رقم ايه؟ بوزيتيف، يبقى بوزيتيف باي بوزيتيف هيطلع الانسر هنا ايه؟ بوزيتيف. حلو جدا، يبقى معنى كده ان هي انكريزنج في الحته دي. طب تعالى نشوف الباقيه. نختار رقم وليكن 5. قلت له ماشي، نختار 5 يا جماعه ونروح نعوض بيه برده فين؟ في الاف داش. قلت له جميل، فنختار حاجه ثانيه اهي. هنا لما نيجي نشتغل هتيجي هنا نشتغل بقى معلم اهو. عوض لي برقم 5 فيبقى 8 ماينس 10 يعني نيجاتيف. قلت له حلو، ولما نعوض دي هتطلع دي بوزيتيف، فيبقى نيجاتيف باي بوزيتيف يطلع الانسر ايه؟ نيجاتيف. قلت له حلو، يبقى في الحاله دي المساله بتاعت حضرتك في الانترفال دي هتبقى ايه؟ ديكريزنج. حلو كده؟ قال لي جميل. تعالى بقى انت عايز الانكريزنج ولا الديكريزنج؟ قال لي انا عايز الانكريزنج. فهي انكريزنج في الانترفال من كام لكام؟ من نيجاتيف انفينيتي اوبند للفور برضو ايه؟ اوبند. يبقى الانسر بتاع حضرتك هو لتر دي، او عم ما تزعلش طلعت بدي. نيجي دلوقتي لكويستشن نمبر 6. بيقول لك the measure of the direction angle of the vector A negative 2 root 2 3 1 with the positive x axis. طب حلو قوي الكلام ده. يعني انت عايز الانجل بس اللي مع الاكس؟ طب انت تعرف تجيب الانجل دي؟ قال لي انا اعرف اجيب كل الانجلز. قلت له ازاي؟ قال لي بص يا مستر، احنا لو جبنا اليونت فيكتور بتاع الاي اللي هو الاي اوفر نورمال اي. قلت له جميل، A اوفر نورمال A، ايوه، يطلع عندك ايه؟ قال لي يطلع عندي حاجه اسمها الدايركشن كوساين، كوساين سيتا اكس، وهنا كوساين سيتا واي، وهنا كوساين سيتا زد. انا عايز الاولى بس. حلو، يعني انت عايز كوساين سيتا اكس بس عشان انت عايز الانجل مع الاكس. قلت له حلو، نعمل ايه؟ نجيب 2 روت 2 اللي هي الاكس كومبوننت اوفر نورمال A. حلو قوي. طب نورمال ايه ده نجيبه منين؟ اهو يا معلم، نيجاتيف 2 روت 2 نورمال بقى سكوير روت الاول باور 2 يعني نيجاتيف 2 روت 2 سكوير بلس 3 باور 2 بلس 1 باور 2. احسب الحسبه دي كده هيطلع رقم نيجاتيف. وبما ان الكوساين رقم نيجاتيف يبقى الانجل بتاعتك اوبتيوس. قلت له يعني ال 45 دي ريفيوزد وال 48 مش عارف كام دي ريفيوزد. قلت له جميل، تعالى بقى يا معلم ناخد الرقم ده نشوفه هيطلع بكام. الكالكليتر بتاعتك مع حضرتك؟ قلت له معايا. لما تيجي تحسب الكلام ده هيطلع عندك اللي تحت ده بكام؟ ب 3 روت 2، يبقى هيطلع بالنيجاتيف 2 اوفر 3. نعمل شيفت كوساين لل 2 اوفر 3، تعمل شيفت كوساين لل 2 اوفر 3 هتطلع
ب 48 وكلاب. دي الانجل الاكيوت. احنا عايزين الاوبتوس يبقى 180 ماينس الانسر هيطلع 131 وكلاب. تدوس على الكلام ده، ايوه هو ده. يبقى الثيتا اكس عباره عن 131 ديجري 48 وشويه يعني 49 مينتس اللي هي لتر A. تمام. طبعا احنا بنعمل ايه؟ شيفت كوساين للرقم البوزيتيف وبعد كده نقول له 180 ماينس. حلو عشان هي اوبتوس. في ناس طبعا هتعمل شيفت كوساين للنيجاتيف 2 اوفر روت 3. تمام. وهيطلعها له على طول 131 بس ده ما يصحش غير مع الكوساين بس عشان هيديني الانجل الاوبتوس. ففي المساله بتاعتنا دي تنفع. في اي حاجه ثانيه لا يا جماعه، احنا بنعمل شيفت كوساين او شيفت تان او شيفت ساين للرقم البوزيتيف وبعد كده نحدد الكواد ونقول 180 ماينس او 180 بلس او 360 ماينس، الكلام اللي هو بتاع التريج ده. خلصنا question number 6. نروح لكويستشن نمبر 7. In the expansion 7x plus 6 over x squared all power 12 according to descending power. حلو القصه دي؟ قلت له then the term free of x. حلو. تعالى نحل بالطريقه بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها وبعد كده ناخد الطريقه بتاعت الرول اللي هو اللي على طول ده، التعويذه دي اللي احنا عملناها. بس الاول نشتغل. طبعا هو بيقول descending power اللي يا جماعه لسه قايلين من شويه يا جماعه، لو عندي A وعندي B او A بلس اور ماينس B سوري باور N والاي ده هو الباور الكبير زي ما هو عندنا هنا في المساله، يبقى معنى كده ان هي ايه؟ descending. اما لو البي هو الرقم الكبير يبقى ascending. فهنا المساله بتاعتي مظبوطه. طيب احنا بقى مسالتنا عايز الترم فري اوف اكس، فبنروح نجيب حاجه اسمها تي ار بلس 1 ايكوال ان سي ار بي باور ار اي باور ان ماينس ار، وبعد كده نجمع الباور بتاع الاكس ونساويه بزيرو عشان ترم فري اوف اكس. طيب احنا مسالتنا فين الاي؟ ادي الاي. فين البي؟ ادي البي. فين الان؟ ال 12 هي الان. فيبقى التي ار بلس ان، التي ار بلس 1 سوري، ان اللي هي 12 سي مين؟ سي ار. البي 6 اوفر اكس سكوير all باور ار. A اللي هي 7x all باور 12 ماينس ار. نجمع ال 12 سي ار ده نمبر، قلت له جميل. 6 باور ار ده نمبر، قلت له عظيم. وبعد كده 7 باور 12 ماينس ار ده نمبر. اكس بقى عبيطه اهي، تعالى نجمع عليها الباور. قلت له يلا. الباور هنا 2 والباور هنا ار، قلت له حلو نعملهم مالتبلاي ونيجاتيف طبعا عشان هي في الديناميتر يبقى نيجاتيف 2 ار. هنا 1 هيتعمل باي ال 12 ماينس ار يبقى بلس 12 ماينس ار. ناخد الكلام ده كله ونساويه بكام؟ بزيرو. يبقى نيجاتيف 2 ار بلس 12 ماينس ار ايكوال زيرو. يبقى 12 ماينس 3 ار ايكوال زيرو. يبقى 3 ار ايكوال 12 يبقى الار ايكوال 4. طب لما الار ايكوال 4 احنا بندور على التي ار ولا على التي ار بلس 1؟ قال لي تي ار بلس 1 يعني تي 4 بلس 1 يعني كام يا معلم؟ يعني تي 5. شكرا خلصت. يبقى الاختيار بتاع حضرتك هو مين؟ تي 5. تمام. طب الطريقه الثانيه، قلت له ماشي. الطريقه الثانيه واللي احنا هنشتغل فيها بتنجز معاك الصراحه. بتقول لك ايه بقى؟ بتقول لك والله احنا لو عندنا اكسبانشن اسمه اكس تو ذا باور ايه، الباور بتاع الاولاني اسمه ايه؟ بلس اكس تو ذا باور بي. حلو. اول باور ان. قلت له حلو. وانت عايز ترم containing x باور k اللي هو هنا في مسألتنا free of x يعني الكي دي بزيرو. قلت له حلو. تجيب الكلام ده ازاي؟ قال لي بص خد بالك ان انت طالب تي ار بلس 1، فانا اقول لك ازاي تجيب الار بسرعه. تعمل ايه؟ اجيب الباور بتاع الاولى اللي هو الاي اضربه في الان. حلو. يبقى اي ان ماينس الكي اللي انت عايزها. قلت له جميل اوفر اي ماينس بي. طيب تعالى نطبق الكلام ده على مسألتنا ونشوفه فعلا هيعمل ايه. اهو يا باشا. نيجي هنا ادي المسألة 7x هنا الباور كام؟ 1 بلس 6x باور 2 تطلع فوق تبقى نيجاتيف 2 all باور 12. فلما نيجي بقى نطبق الرول عايزين الار. ادي الار a باي n يعني 1 باي 12. قلت له 1 باي 12 اهو اكتبها كده 1 باي 12 ماينس الكي. احنا قلنا الترم فري اوف اكس يعني الكي بزيرو. حلو. نحط هنا زيرو اوفر a ماينس b يعني 1 ماينس افتح براكت نيجاتيف 2 يطلع عندك الار ايكوال 1 باي 12 ب 12 وهنا 1 ماينس نيجاتيف 2 يعني بلس 2 تطلع ب 3 يطلع الار بكام؟ ب 4. يبقى تي ار بلس 1 يعني تي 4 بلس 1 يعني تي 5. كده انا خلصت الرول ده. جميل جدا. بيطلع لك الترم كونتيننج اكس باور كي. خد بالك منه. تمام. تعويذه كده تنجز معاك على طول الكلام ده. او حل بالطريقه الاولى. انا
ادي لك الطريقتين وانت اشتغل باللي يعجبك، ودي تنفع مع كل المسائل والتانية، بس هنا انت لازم تبقى عارف الرول كويس قوي، تمام، ومحدد مين الاي ومين البي ومين الكي ومين الان. تمام كده يا معلم. الطريقه اللي احنا حلينا بيها من شويه دي الطريقه المعتاده، بنجمع الباور على الاكس ونساويه بالرقم اللي احنا عايزينه ونجيب الار، وبعد كده تختار تي ار بلس 1. خد بالك من الحته دي، عشان انت في ناس بتجيب الار ب 4 ويروح يختار تي 4. لا يا معلم، انا بجيب تي ار بلس 1. question number 8 بيقول لك the slope of the tangent to the curve at البوينت دي. جماعه فكره ال slope of the tangent to the curve، تمام، يعني هات الدي واي دي اكس. طب ما انا عارف يا مستر، طب يلا اعمل ديريفيتيف يا معلم. عارف، ها، فنجيب هنا دي واي دي اكس عباره عن ديريفيتيف الاي باور اكس باي باور اكس، ديريفيتيف الاكس ب 1 يبقى اي باور اكس بلس 1. حلو، ده كده السلوب. طب انت عايز تعوض بكام؟ بالبوينت. البوينت كام وكام؟ 0 1، يعني عند الاكس بزيرو. طيب خلاص، تعالى عند الاكس بزيرو يبقى اي باور 0 بلس 1، يعني 1 بلس 1 يطلع الانسر بكام يا معلم؟ ب 2. يبقى السلوب ب 2. سؤال بسيط ومباشر. question number 9 بيقول لك in the opposite figure if x plus y equal 10. حلو. then the greatest area of the triangle equal me. جماعه عشان نجيب الجريتست اريا او مسائل الماكسمايز والمينيمايز، الاريا بتاعت التريانجل ده اسمها هاف بيس باي هايت. قلت له حلو، هاف بيس باي هايت يعني هاف اكس باي واي. قلت له حلو، هاف اكس باي واي ادي الاريا. طبعا عشان نجيب الجريتست اريا او السمولست اريا احنا بنعمل ديريفيتيف بس ويز ريسبكت لمين يا معلم؟ للاكس او للواي. ما ينفعش يبقى تو فاريبلز هنا، والكلام ده قلنا عليه اكتر من مره. طب يبقى انا عايز الاكس شويه واي او الواي شويه اكس. طب ما بسيطه جدا. قلت له ليه؟ قال لي ما هو الراجل قال ان الاكس بلس الواي ايكوال 10. طبعا في ناس هتروح تجيب الهايبوتنس وناس هتقعد تهبد. ما تهبدش يا معلم. الواي ايكوال 10 ماينس اكس بس خلاص، دي ريليشن هو مديها لك. قلت له اه، تروح تعوض بيها هنا. فيطلع عندك ان الاريا عباره عن هاف، ادي الاكس شيل الواي وحط مكانها 10 ماينس اكس، بقت المساله كلها عباره عن ايه؟ شويه اكس. هاف اكس باي 10 يعني 5 اكس. هاف اكس باي نيجاتيف اكس بنيجاتيف هاف اكس سكوير. هنقول له باي differentiation with respect to مين بقى؟ الاكس. ايوه، نطلع الدي اي دي اكس، دي اريا دي اكس، فيطلع 5 هاف باي 2 1 يبقى نيجاتيف اكس. بس يا باشا، يبقى 5 ماينس اكس. نيجي نسالها كام سؤال؟ سؤالين زي ما احنا متعودين. 5 ماينس اكس انت امتى انديفايند ما تردش. طب امتى بزيرو؟ تقول لك عند الاكس ب 5. طب يجي واحد يقول لك ايه؟ طب وش عرفني ان دي هتديني الجريتست؟ قلت له اقول لك على حاجه، احنا بنعملها كده عشان نتشيك الكلام ده. هات لي السكند ديريفيتيف دي 2 a دي اكس سكويرد، هتطلع بنيجاتيف 1. النيجاتيف ده رقم ليس ذان 0، لما السكند ديريفيتيف تبقى ليس ذان 0 ما بتسمعش الكلام فيديني الماكسيمم. قلت له حلو، يبقى عند الاكس ب 5 احنا عندنا ماكسيمم. طب خلاص، هو عايز ايه بقى؟ هو عايز الاريا ولا عايز الاكس اللي عندها ماكسيمم؟ عشان الناس بتلخبط في دي. لا يا مستر، انا عايز الجريتست اريا. قلت له خلاص نروح نعوض. هنعوض فين؟ اهو في الاريا دي. عن كل اكس بكام؟ ب 5. يبقى اقول له كده ات الاكس ايكوال 5، الاريا هتكون 5 باي اكس، 5 باي 5 يعني 25 ماينس هاف اكس باور 2 يعني 5 باور 2 يعني 25. يطلع هاف باي 25 يعني 12.5. ده كده الانسر بتاع حضرتك سنتيمتر سكوير، طبعا لان هو مديها بالسنتيمتر. سؤال جميل وبسيط ومباشر. السؤال اللي بعده كويشن نمبر 10، سؤال انتجريشن. وخد بالك لو انت خدت بالك من تصنيف الاسئله هتلاقيه ال10 اسئله ماشيين كده، الجبرا، بعد كده ديريفيتيف، بعد كده سوليد جيومتري، بعد كده انتجريشن، فهو ماشي في السياق ده على طول. طيب نروح لسؤال نمبر 10. الراجل بيقول لك انتجريشن 7x سكويرد اوفر 5 ماينس 4x باور 3. يا جماعه احنا كان عندنا قصه كده بتقول لو انت عندك انتجريشن وعندك هنا حاجه اسمها اف داش اوف اكس واللي تحت اسمه اف اوف اكس دي اكس، كنا بنقول اللي فوق ديريفيتيف اللي تحت يبقى لين ابسوليوت اللي تحت. لو ده اتحقق على طول يا معلم تطبق الرول ده. طب تعالى كده نمسك اللي تحت ده ونساله هو انت الديريفيتيف بتاعك بكام؟ فيقول لك ان الديريفيتيف بتاعي بنيجاتيف 12 اكس سكويرد. طب اللي فوق 7 اكس سكويرد. قلت له يعني انا ممكن اعمل حركه كده واخرج ال 7 دي بره الخناقه. قلت له ماشي، ويبقى لي هنا اكس سكويرد وانت 5 ماينس 4 اكس باور 3 دي اكس. بص الحركه دلوقتي احنا قلنا ان الديريفيتيف بتاع اللي تحت نيجاتيف 12 اكس سكويرد، فانا محتاج هنا تبقى دي نيجاتيف 12. قال لي اعمل ديفايد تحت نيجاتيف 12
بس. هل بقى اللي فوق بقى هو ديريفاتيف اللي تحت كده؟ يا مستر، بس ما تنساش مين بقى يا معلم بره؟ 7 اوفر نيجاتيف 12 او نيجاتيف 7 اوفر 12 مش فارقه. لين ابسوليوت اللي تحت اللي هو 5 ماينس 4 اكس اول باور 3 بلس مين طبعا؟ بلس سي. يبقى احنا هنختار الحاجه النيجاتيف، نيجاتيف 7 اوفر 12 اهو خلصت. حلو. وده عشان انا فاهم الرول بتاع لين ابسوليوت. طب انا ما خدتش بالي يا مستر من الكلام ده. اولا يا معلم انت ما عندكش رول للديفيجن. تاني حاجه يا معلم بص في الاختيارات هتلاقي لين ابسوليوت، فلين ابسوليوت اللي تحت، فاللي فوق لازم يبقى ديريفاتيف اللي تحت. طب بيجي حد يقول لك ايه؟ طب ما انا اطبق مثلا السبستيتيوشن، صح، اخد اللي تحت ده اسميه زد واروح اعوض واعمل الكلام ده كله، بس الافضل بالنسبه لك هتعمل ملتبلاي نيجاتيف 12 فوق وديفايد نيجاتيف 12 تحت، وتلاقي المساله اتظبطت معاك والكونستانت بيترمي بره الانتجريشن. تمام كده يا معلم؟ تمام. تعالى بقى دلوقتي نروح للاسئله بتاعت الام سي كيو ولكن اللي بدرجتين، ففيها شويه افكار. وخد بالك الاسئله اللي بدرجتين مش اسئله صعبه، هي اسئله مركبه، يعني ممكن عشان توصل للفاينل انسر تمشي خطوتين ثلاثه. تمام. فيعني هنقول ان هي طويله نسبيا، اطول من اللي فاتت. اللي فاتت ممكن تخلص في خطوه واحده، في خطوتين. هنا ممكن تبقى ايه؟ محتاجه منك تجيب ريكوايرد وبعد كده تستخدمه تاني زي ما هنشوف دلوقتي. فيلا بينا. اول سؤال معاك في الاسئله اللي هي بدرجتين، سؤال نمبر 11. if the amplitude of z1 over z2 equal pi over 12. احنا متفقين مع بعض يا جماعه في حاله الملتبلاي والديفايد والباور بنتعامل مع الامبليتيود معامله الباور. يعني ايه؟ يعني انت هتعمل ديفايد يبقى سيتا 1 ماينس سيتا 2 equal باي اوفر 12، لان في حاله الديفايد بنعمل ماينس للباور، ففي حاله الديفايد نعمل ماينس لمين؟ للبرنسبل امبليتيود. طيب وقال لك امبليتيود ده 1 ده 3 7 باي اوفر 12، فيبقى معنى كده سيتا 1 بلس سيتا 3 ايكوال 7 باي اوفر 12. وخد بالك ما ينفعش هنا نسولف التو ايكويشن في 2 انونز، لان دول 3 انون، سيتا 1 وسيتا 2 سيتا 3. طيب تعالى للي بعد كده، z2 باور 3 z3 يبقى هنا في بلس، z3 يبقى سيتا 3، z2 باور 3 يعني 3 سيتا 2. ايوه كل ده ايكوال كام؟ 7 باي اوفر 6. طب ما تيجي كده ناخد ال 3 ايكويشن دولت ونتكلم معاهم بالراحه. هو انا دلوقتي لو جيت عملت بلس، مش عندي سيتا 1 هنا وسيتا 1 هنا؟ قلت له يبقى 2 سيتا 1. بعد كده سيتا 3 هنا وسيتا 3 هنا، قلت له يبقى 2 سيتا 3. بص اللي جايه دي بقى. طب نيجاتيف سيتا 2 بلس 3 سيتا 2 يبقى بلس 2 سيتا 2. حلو. ايكوال باي اوفر 12 و7 باي اوفر 12 يبقى 8 باي اوفر 12. 8 باي اوفر 12 بلس 7 باي اوفر 6، يعني 8 اوفر 12 بلس 7 اوفر 6. بس خد بالك ايه بقى؟ قال لي دلوقتي انت معاك 2 سيتا 1 2 سيتا 2 2 سيتا 3، فناخد 2 كومن، فيبقى عندي سيتا 1 بلس سيتا 2 بلس سيتا 3 ايكوال، هنعمل سم للكلام اللي احنا قلنا عليه ده، نحسبها تاني بسرعه. 8 اوفر 12 اللي هي 2 اوفر 3 يعني بلس 7 اوفر 6، يطلع الانسر ب 11 اوفر 6 باي. حلو. فهنودي ال 2 دي بالديفايد هنا كده، ايوه، فيطلع عندك ايه؟ يطلع عندك الامبليتيود بتاع Z1 Z2 Z3 اللي هو سيتا 1 بلس سيتا 2 بلس سيتا 3 عبارة عن 11 باي اوفر 6 ديفايد 2، يعني 11 باي اوفر 6 باي 2 تطلع بكام؟ ب 12. يبقى 11 باي اوفر 12 اللي هو لتر ايه. عشان كده قلت لك مسألة ممكن تكون طويلة نسبيا. طبعا ممكن حد يسولف ال 3 ايكويشن في 3 انونز، تمام؟ يعني يحط دي كده، يعمل دي ودي ودي، يرتبهم بس سيتا 1 تحت سيتا 1 وسيتا 2 تحت سيتا 2، واللي ما فيهاش سيتا 3 يحط مكانها 0، واللي ما فيهاش سيتا 2 يحط مكانها 0، ويرتبهم ويعمل مود 5 2 بالكالكوليتر، يحل 3 ايكويشن في 3 انونز برضه صح. تمام. ويجيب ساعتها سيتا 1 لوحدها وسيتا 2 لوحدها وسيتا 3 لوحدها ويعمل لهم بلس لو ما جاتش في دماغه الفكره بتاعت ان هو يعمل لهم سم. تمام. ولكن واحنا بنسولف الايكويشن سيمالتينيوس ناخد بالنا من القصص دي. طيب سؤال لطيف اللي بعده. question number 12 بيقول لك integration dx over e power negative x plus 1. هنا يا جماعه انت وانت شغال طبعا هيجي احدهما ما بيفهمش اي حاجه في اي حاجه، يقول لك طلع الاي باور نيجاتيف اكس دي فوق تبقى اي باور اكس، او بالنسبه للبلس والماينس يا عمهم هتعمل فيها ايه؟
ما ينفعش يا مستر. طيب احنا لما بنيجي نشتغل هل دي ليها انتجريشن؟ هل دي معرفه في الرولز بتاعتنا ليها انتجريشن؟ لا. طب هل اللي فوق ديريفاتيف اللي تحت؟ لا. طب اعمل ايه؟ بص يا معلم، تبدا تفكر ازاي تعمل ديريفاتيف للي تحت ده ويكون موجود فوق. طيب يعني ايه يا مستر؟ هو ديريفاتيف اللي تحت اسمه ايه؟ نيجاتيف اي باور نيجاتيف اكس، صح؟ يبقى في الحاله دي انت محتاج اي باور اكس فوق او اي باور نيجاتيف اكس فوق. طب دي اعملها ازاي؟ بص يا معلم، بمنتهى الشياكه هتيجي هنا تقوم عامل ايه؟ مش ده 1؟ تقول وهنا اي باور نيجاتيف اكس بلس 1، تقول وادي الدي اكس اهو حطيناها في مكانها الطبيعي. حلو. تقوم انت عامل ايه؟ جاي هنا عامل ملتبلاي اي باور اكس في النيميريتور اي باور اكس في الدينيميريتور. طيب هل يا جماعه الجزء اللي انا ضفته ده غير حاجه في المساله؟ لا. بس عمل ايه بقى؟ بص يا معلم عمل ايه؟ خلاني اللي فوق اي باور اكس، ودي انا كنت بتمناها. صدق صح. يبقى في الحاله دي لما نيجي نعمل ملتبلاي بقى للنيميريتور، يلا يا باشا، اي باور اكس باي 1 باي باور اكس، اي باور اكس باي اي باور نيجاتيف اكس، نعمل سم للباور يديني اي باور 0، اكتبها والله اي باور 0 اهي، بلس اي باور اكس بون يديني كام؟ اي باور اكس دي اكس. بص انا ماشي براحتي ازاي؟ قلت له ماشي، وادي انتجريشن. ايه اللي حصل بقى؟ بص يا باشا، بقى دي اي باور اكس ودي بقت بون ودي اي باور اكس وهنا دي اكس. نسال بقى السؤال تاني، اسالني سؤال تاني يلا. هل اللي فوق ده هو ديريفاتيف اللي تحت؟ ليه؟ لان ديريفاتيف ال1 ب0 ديريفاتيف الاي باور اكس باي باور اكس. يبقى اللي فوق ديريفاتيف اللي تحت، يبقى الانسر لين ابسوليوت اللي تحت. مين اللي تحت؟ اللي هو 1 بلس اي باور اكس بلس مين؟ بلس سي. موجوده؟ موجوده، اللي هي لتر مين؟ سي. طب ليه مش حاطط الابسوليوت؟ ما احنا قلنا الابسوليوت بيحافظ على اللي جوه يبقى بوزيتيف، وهنا هتعوض باي فاليو مكان الاكس هيطلع الانسر بوزيتيف، فهي تمام كده يا معلم. يبقى الاختيار لتر مين؟ سي. خدت بالك من الحته دي؟ عشان ما يجيش واحد يقول لك ايه، طب احل سبستيتيوشن. طب يا ابني ما هو انت عايز دلوقتي يبقى اللي فوق ديريفاتيف اللي تحت، تمام؟ طب انا يا مستر لو خدت الدينيميريتور وعملته سبستيتيوشن، صح، بس هتطول معاك شويتين ثلاثه. حلو، فاصحى. اللي بعده هنيجي دلوقتي لكويشن نمبر 13. بيقول لك if the measure of the angle between the two planes، مديني البلين الاول اللي هو ده 3x minus 6y plus mz equal 4، والتاني x plus z equal 7، وبيقول ان الانجل ما بينهم بكام؟ ب 45. طبعا يا جماعه انا لو معايا n1 فيكتور ومعايا n2 فيكتور ومعايا الانجل سيتا، فكوساين سيتا الرول بتاعه بيقول n1 دوت n2 طبعا في ابسوليوت اوفر نورمال n1 نورمال n2. قال لي جميل. طيب تعالى بقى n1 هنوصل له ازاي؟ كوفيشنت، الكوفيشنت اوف x ب 3، كوفيشنت اوف y بنيجاتيف 6، كوفيشنت اوف z ب m. نيجي لل n2 من هنا، يلا كوفيشنت اوف x ب 1، الواي مفيش y يبقى الكوفيشنت بتاعها ب 0 وهنا 1. حلو كده؟ طيب تعالى نطبق الرول. هنطبق الرول كوساين سيتا، ما هي السيتا اصلا بكام؟ 45، هو الراجل مديها لي في المساله، يبقى كوساين 45 ايكوال n1 دوت n2، ال n1 دوت n2 3 باي 1 ب 3، نيجاتيف 6 باي 0 ب 0، m باي 1 ب m، حط ابسوليوت اوفر نورمال n1 يعني سكوير روت 3 باور 2 ب 9 36، نيجاتيف 6 باور 2 يعني 36 بلس m سكوير روت ده 1 سكويرد 0 سكويرد 1 سكويرد، يعني 1 سكويرد بلس 1 سكويرد. حلو كده؟ كوساين 45 ب 1 اوفر روت 2. حلو، والابسوليوت اسمه 3 بلس ام، وهنا روت. حلو، ده الابسوليوت ماشي. 9 و 36 يبقى 45 بلس ام سكويرد، وهنا روت 2. طبعا لما نيجي نعمل سمبليفيكيشن الروت 2 ده هيروح مع الروت 2 ده، تعمل كروس مالتيبليكيشن، يظهر ايه؟ يظهر absolute 3 plus m equal root 45 plus m squared. طبعا هنعمل باي سكويرنج، ليه؟ عشان نشيل الروت، فيبقى عندي 3 plus m squared. طبعا شيلنا الابسوليوت لان الباور 2 والابسوليوت بيعملوا نفس الحاجه، والباور 2 كده كده هتشيل اي احتمال نيجاتيف. بعد كده 45 هنا بلس ام سكويرد. يلا نفك براكت باور 2 الاول، باور 2 9، الاول باي الثاني باي 2 6 ام بلس ام سكويرد ايكوال 45 بلس ام سكويرد. طبعا لو ودينا ام سكويرد في اي ناحيه هتطير مع بعضها، فيطلع عندك ايه بقى يا معلم؟ قال لي يطلع عندي 6 ام ايكوال 45 ماينس 9.
يعني 6m equal 36. يبقى الm equal كام يا باشا؟ ب6. شكرا، خلصت. سؤال جميل ولطيف، بس ايه، طلع منه شوية اكشن وجمع لي كده الافكار تاني. هنيجي بعد كده للسؤال نمبر 14. بيقول لك if the triangle with the vertices 4 و 5 و 2 1 و k و 3 2 4 و 5 is an equilateral triangle then k belong للانترفال او belong للست طبعا، تمام، اللي فيها الارقام اللي موجوده قدام حضرتك. طيب تعالى كده يا معلم نشوف القصه دي. اول حاجه هنقول ان الفيرتسيز دول واحده اسمها A والتانيه اسمها B والتالته اسمها C. فهنا AB لازم يكون equal BC، لازم يكون equal AC. خد بالك عشان انت لو قلت AB equal BC وطلع فيه اختيارات هي صح، بس تخلي لي الايكوالاترال تريانجل ده ايسوسلس، تمام. او لو قلت BC equal AC فالاحتمالات اللي انت طلعتها هتقول ان هو ايسوسلس، فلازم التلاتة يكونوا زي بعض. مستر طب ما اجيب 2 واستبعد الاختيارات، حلو، بس خد بالك وانت بتختار، بس هو ده اللي انا عايز تستفيد منه. قلت له طب يلا AB الاول كده، قلت له يلا نجيب AB اللي هي B minus A او السكوير روت بقى، ظبط انت الدنيا. نبدأ بالAB سكوير روت 4 minus 1 يعني 3 باور 2 تبقى 9. 5 minus K اهي 5 minus K all power 2 plus 2 minus 3 يعني نيجاتيف 1 باور 2 تبقى ب 1 equal البي سي. خد بالك احنا شغالين دلوقتي بي مع سي، ها 1 minus 2 يبقى نيجاتيف 1 باور 2 تبقى ب 1. بعد كده K minus 4 K minus 4 all power 2. حلو. بعد كده 3 minus 5 يديني 2 باور 2 تبقى ب 4 equal. بعد كده سكوير روت الاي سي ما فيهاش كي بقى خالص، ها 4 minus 2 يبقى 2 باور 2 تبقى ب 4. 5 minus 4 ب 1 1 باور 2 تبقى ب 1. 2 minus 5 تبقى 3 باور 2 تبقى 9. حلو كده. يطلع الانسر ده بكام يا معلم؟ بروت 14. وهنا يطلع ده بكام يا معلم؟ ب 1 بلس 4 تبقى 5 بلس فك براكت باور 2 او خليها زي ما هي k minus 4 all باور 2 equal. تعالى هنا 5 minus k all power 2 plus 10. حلو. طبعا انت هنا هتجرب الاختيارات عشان تنجز بسرعة، او حاجة تانية انت تعمل باي سكويرنج، تمام، وتجيب الكي وتشوف ايه الكي الفاليوز بتاعت الكي اللي هتخلي لي التلاتة دول يكونوا قد بعض. فانا هعمل حركة لطيفة، هاخد ده كده اساويه بده، حلو، واقول لك باي سكويرنج بدل ما تقعد تجرب يعني. حلو. فيبقى 5 بلس براكت اسمه k minus 4 all power 2 equal روت 14 يعني 14. فك براكت باور 2 يا معلم. يبقى عندك 5 بلس k سكويرد minus 4 باي 2 تبقى 7k بلس 16 equal 14. يطلع k سكويرد minus 7k 16 و 5 21 minus 14 يبقى 16. لا تبقى 7 equal كام؟ equal 0. 7a 4 باور 2 يبقى دي 8k حلو، وده باور 2 مظبوطة، يبقى k سكويرد minus 8k plus 7 equal 0 لو انا كلامي صح. فنروح ندوس مود 5 1 يطلع الانسر، مود 5 3 اسف، يطلع الانسر نيجاتيف 8 بوزيتيف 7. يطلع الانسر بكام يا جماعة؟ 7 1. طب 7 هي اللي موجودة، 1 مش موجود، يبقى انا اختار ال7. بس انا عندي 7 ونيجاتيف 21 اوفر 5 وفي 7 و3، تمام، يعني ال7 تنفع وهنا ال7 لو عوضنا بيها هنا برضو تنفع. لحظة كده، لو ال7 عوضنا بيها هنا برضو هتنفع. ليه؟ 5 ماينس 7 يديني 2 باور 2 يبقى 4 بلس 10 روت 14 مظبوطه، يبقى ال7 تنفع، ال1 ريفيوزد. طب تعالى كده نعمل حركه تانية. طب ما تيجي نساوي دي بدي. ماشي، تعالى باي سكويرنج برضو، باي سكويرنج هيطلع عندك 5 ماينس k all باور 2 بلس 10 equal 14. فك ده يبقى 25 minus 10k بلس k سكويرد وادي بلس 10 minus 14 كل ده equal كام؟ 0. يبقى k سكويرد minus 10k
وادي هنا 10 و 25 يبقى 35. 35 minus 14 يبقى positive 21 equal 0. نحل دي بالكالكليتر. mod 5 برضو 3 وادي 1 وادي نيجاتيف 10 وادي 21 يطلع الانسر 7 و 3. حلو قوي. يبقى هنا طلع لي 7 و 3. طلع 7 و 3 هنا ماشي، وهنا طلع 7 و 1. هو طبعا الكومن 7 فانا هختار ال7، بس هو فعلا اللي يخلي لي ده ايكوال ده مش ال1 ولا ال3، لا ده ال7 هو اللي يخلي لي التلاتة زي بعض، يخلي دول كلهم كده ايكوال. ودي حته في السؤال، سؤال طول مننا شويه، ولكن انا بقول لك عشان ال7 موجوده في البي والسي والدي، فازاي اختار؟ طبعا انت لو كنت جربت ال7 هيطلع صح، جيت تجرب ال3 هتطلع غلط، هتخلي اتنين قد بعض والتالت لا. لما تيجي في الدي هتلاقي ان ال7 صح بس النيجاتيف 21 اوفر 5 دي غلط، فيبقى انت هتختار مين؟ البي، لان هو الرقم 7 اللي يحقق التلاته. نروح بعد كده ل 15 بيقول لك if the curve y equal a minus 2x all power 2، بيقول ان هو ايه؟ هذا critical point عند الاكس equal negative 1. كلمة هذا critical point عند الاكس equal negative 1 يعني الاف داش of x equal 0 at الاكس equal negative 1. طب ليه ما قلتش undefined؟ عشان دي polynomial والدومين بتاعها r وكل حاجة تمام. قلت له حلو، يبقى نجيب الاف داش او الواي داش، وهات الواي داش. مين اهم، اللي جوه ولا اللي بره؟ اللي جوه اللي نعمل له ديريفيتيف يبقى نيجاتيف 2. بعد كده هننزل الباور، يبقى 2 تنقص من الباور 1 يبقى ايه؟ ماينس 2x. فيبقى عندي الواي داش عباره عن نيجاتيف 4a ماينس 2x. يعني الواي داش هتبقى اسمها نيجاتيف 4a بلس 8x. حلو، يلا هنعوض عن ده بزيرو يبقى دي نيجاتيف 4a، ونعوض عن الاكس بنيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف a، يبقى نيجاتيف 4a ايكوال 8، يبقى ال a ايكوالز كام؟ نيجاتيف 2. بس خلاص يا معلم، سؤال لطيف وسهل ومفيهوش اي حاجه ولا اي وجع قلب. سؤال 16 انتجريشن x بلس 2 في النيميريتور تحت في x باور 2 بلس 4x ماينس 5 دي x. اول سؤال هتساله لنفسك، هل اللي فوق ديريفيتيف اللي تحت؟ قلت له تيجي نعمل ديريفيتيف اللي تحت، x سكويرد تبقى 2x وال4x تبقى 4. ايه ده؟ يعني انت عايز تخلي النيميريتور يبقى بدل ما يبقى اسمه x بلس 2 يبقى اسمه 2x بلس 4؟ قلت له حصل. بص كده، انا عايز دي تبقى ما اسمهاش x بلس 2، امال يبقى اسمها ايه؟ 2x بلس 4. قال لي سهله. هتعمل ايه يا معلم؟ قال لي هنروح كده نقوم جايبين هنا عاملين هنا ملتبلاي 2 نحط هنا ديفايد 2. كده انا غيرت حاجه؟ لا. فالمساله بقى اسمها هاف انتجريشن. بص بقى اللي فوق بقى اسمها ايه؟ 2x بلس 4، وهنا x سكويرد بلس 4x ماينس 5 دي اكس. طبعا في دي اكس هنا انا نسيتها. قال له كده يا معلم؟ قال لي جميل. هل بقى اللي فوق ده هو ديريفاتيف اللي تحت؟ يبقى لين ابسوليوت اللي تحت. الابسوليوت اللي هو مين؟ x سكويرد بلس 4x ماينس 5 بلس مين؟ بلس c. موجوده؟ موجوده. لتر سي. برضو سؤال لطيف وجميل ويتحل بسرعه. question number 17 the equation of the straight line. عايز equation بتاعت الستريت لاين، وخد بالك ان equation في الستريت لاين في الفورم الفيكتور كان اسمها r equal a plus k by d او t by d. حلو. ال a ده دي نقطة موجودة. حلو قوي. ما هو قال لك passing through point 2 1 و negative 3. قلت له حلو. and intercept a part of length 4 units from the positive part of the z axis. قلت له لا، الحته دي لازم نفهمها شويه. بيقطع 4 units من البوزيتيف z، يعني passes through البوينت اللي اسمها 0 و0 و4. ايوه، يعني انا كده يا بستر بدل معايا نقطه معايا كام نقطه؟ نقطتين. فلو سمينا النقطه دي A وسمينا النقطه دي B يبقى انا هجيب حاجه اسمها AB فيكتور، هو ده الدايركشن فيكتور اللي هو B فيكتور بوزيشن ماينس A فيكتور، يعني هو اسمه 0 0 4 ماينس ال A 2 1 ونيجاتيف 3، او اي حد باراليلي 0 ماينس 2 بنيجاتيف 2، 0 ماينس 1 بنيجاتيف 1، 4 ماينس نيجاتيف 3 يعني بوزيتيف 7، او اي حد باراليلي. كلامي واضح؟ ليه بقى يا مستر؟ قال لي عشان لو ده دي فبرضه ممكن نقول عليه اسمه 2 1 ونيجاتيف 7. طب ايه اللي خلاك تقول كده؟ الاختيارات.
طيب تعالى بقى ايه نجيب المساله. مين هي الايه؟ اي نقطه جيفن موجوده على الايه؟ على اللاين. طب ماشي، يبقى الار ايكوال، هنختار انهي نقطه اللي تعجبك؟ 2 1 ونيجاتيف 3. ماشي، 2 1 ونيجاتيف 3 زي دي او زي دي. حلو. بلس الكي باي الدي. الدي بقى يا ده يا ده. يعني حضرتك ما ينفعش تختار دي ولا ينفع تختار دي، عشان النقطه صح لكن الدي غلط. طيب هل ينفع نشتغل بالنقطه دي؟ ينفع، زي ما حصل هنا في البي وحصل هنا في السي. تعالى بقى نبص على الدايركشن فيكتور 2 1 ونيجاتيف 7. يبقى انا اختياري مين؟ سي. يبقى خد بالك، هو اشتغل بالنقطه، النقطه اللي قدام حضرتك دي الاي سماها 0 0 4 عشان قطع 4 يونتس من البوزيتيف زد، يعني موجود على الزد اكسس. بلس الكي وادي الدي اللي هي 2 1 ونيجاتيف 7 او اي حد باراليل موجوده. موجوده. ليتر مين؟ زي ما قلنا ليتر سي. السؤال 18 بيقول the area of the region bounded by the straight line y equal half x plus 4 والx equal negative 1 والx equal 3 and the x axis. حلو قوي يا جماعه، خد بالك ده straight line وهو قايل ان هو straight line، وده x equal negative 1 وده x equal 3. طب حلو قوي. بص بقى هنا، انت عشان تجيب الاريا اوف ذا ريجن باوندد باي الكيرف بتقوم عامل كده، تقول له احط هنا x1 الباوندر الاولاني وده الباوندر الثاني، وتحط هنا الواي وتقول له دي اكس وتروح تشتغل المساله عادي. طب ده الكيرف ما هو لاين يعني فانكشن، يعني لينير فانكشن. حلو. من كام لكام؟ من عند النيجاتيف 1 لغايه ال 3، وهنا هاف اكس بلس 4 وكل ده مين؟ دي اكس. حل المساله دي بالكالكوليتر يا مستر وتخلص معايا في مينت. قلت له تصدق صح، احنا ممكن نحلها بالكالكوليتر وتخلص في مينت ويطلع الانسر بكام؟ ب 18. 18 ايه؟ سكوير يونت او يونت باور 2. ماشي بس. طب انت عايز تعمل اكشن وبتاع وتعمل انتجريشن بايدك، يا نهار ابيض، عينيا الاثنين اهو، من نيجاتيف 1 لحد 3 زود الباور اكس مع الباور الجديد يبقى اكس باور 2 اوفر 4 بلس 4 اكس، عوض مره ب 3 عوض مره بنيجاتيف 1، اعمل ماينس اعمل اكشن، طلع الانسر ب 18. بس انا اكون خلصت ليه؟ لان انا هحل بالكالكوليتر بتاعتي واقول لك تطلع الانسر بكام على طول بقى، يعني فاهم، من غير وجع قلب. خلينا اتاكد كمان اهو بالكالكوليتر من كام لكام. هو قال من نيجاتيف 1، ده بيبقى الصغير دايما هو اللي تحت واللي فوق كام؟ 3، وندوس ايكوال يطلع الانسر 18 زي ما احنا قلنا. تمام كده يا معلم؟ تمام. السؤال اللي بعده هندي بقى باقي سؤالين الاسئله اللي بيبقوا في الاخر دولت، وانا عايز حضرتك تركز معايا ربنا يهديك. تمام؟ ليه؟ عشان الخطوات. تمام؟ واجمد كده. اول حاجه بيقول لك f1 واوميجا واوميجا سكوير are the cubic roots of 1. حلو، عارفينهم دول. find the value of the expansion اللي قدام حضرتك. والصيغه دي والفكره بتاعت السؤال ده اتكررت كتير جدا يا جماعه. ليه؟ دي 3 ودي 3 حلو، ودي 5 ودي 5 حلو، ودي 7 ودي 7، ودي نيجاتيف 4 ودي نيجاتيف 4. يبقى الاختلاف في الامر. قال لي ماشي. كنا بنعمل ايه بقى يا جماعه لو انت فاكر؟ المستر كان قال لي ساعتها تروح جاي عامل ايه؟ تيجي هنا في النيميريتور والدينيميريتور، ادي 3 وادي 5 اوميجا. قلت له ماشي، وادي 3 اوميجا سكويرد وادي 5. قلت له عظيم اهو، بلس وتيجي هنا ادي 7 اوميجا سكويرد ماينس 4. قلت له جميل، وادي 7 وادي نيجاتيف 4 اوميجا. قلت له عظيم، كل ده باور 15، وخد بالك الباور 15 ده هيساعدني في شويه حاجات. حلو. قلت له قول بقى هنعمل ايه يا جماعه؟ واحنا لو حطينا هنا اوميجا باور 3، بص الحته اللي جايه دي، حطينا هنا اوميجا باور 3 كده انا غيرت حاجه؟ لا. طب لو جينا هنا وحطينا اوميجا باور 3 كده انا غيرت حاجه برضو؟ لا، لان اوميجا باور 3 1. حلو. تيجي بقى تقوم عامل ايه؟ نقوم مشغلين بقى الاكشن. هنا في اوميجا باور 3 وفي هنا اوميجا باور 2. مش انا ممكن اخد اوميجا كومن من النيميريتور اللي خدنا الاوميجا كومن، فبقى مين؟ 3 اوميجا سكويرد بلس 5 اوميجا، خدنا منها الاوميجا بقت 5، وتحت بقى مين؟ 3 اوميجا سكويرد بلس 5 بلس 7 اوميجا سكويرد ماينس 4. سيبها في حالها. تعالى بقى للي تحت، هناخد مين كومن؟ اوميجا كومن. طب ليه؟ عشان اخلي دي 4. يبقى هنا 7 اوميجا سكويرد ماينس 4، كل ده all باور كام؟ باور 50. ماذا حدث؟ ده هيروح مع ده، ده هيروح مع ده. تتحول المسألة بقدرة قادر لأوميجا بلس 1 أوفر أوميجا
كل ده all باور كام؟ 15. يبقى اوميجا بلس جماعه مش 1 اوفر اوميجا دي، انا ممكن اشيلها واحط اوميجا سكويرد. اوميجا سكويرد all باور كام؟ 15. طب اوميجا بلس اوميجا سكويرد مش هي نيجاتيف 1؟ قلت له حصل. نيجاتيف 1 باور 15 يعني كام يا معلم؟ يعني نيجاتيف 1 لان الباور اود، فهيسيب الرقم نيجاتيف زي ما هو وشكرا. يطلع الانسر بتاع حضرتك بكام؟ ب1 بنيجاتيف 1. ماشي يا معلم؟ بكام؟ بنيجاتيف 1. تعال نروح للسؤال اللي بعده. ايه ده خلاص كده؟ خلاص، ما هو عايز الفاليو بتاعت الاكسبانشن ده. طبعا في طريقه بالكالكوليتر انت عارفها، كلنا عارفينها، تمام؟ بتعمل ايه؟ بتحط الاوميجا بتسيفها على الكالكوليتر وبعد كده تشغل الشغل وبعد كده يطلع اوميجا بلس اوميجا سكويرد اللي هي تطلع نيجاتيف 1، تقول له انسر باور 15 يقوم مطلع لك نيجاتيف 1 وخلص الكلام على كده. بس طبعا الكلام ده نعمله امتى؟ واحنا بنتاكد من الانسر او بنحل سؤال في اللي تشوز. هنيجي دلوقتي لاخر سؤال اللي هو سؤال نمبر 20، وده سؤال الابلكيشن ماكسمايز ومينيمايز. بيقول لك a piece of wire، قطعه من بتاع سلك يعني، in the shape of a circle of radius length ب 12 سنتيمتر، الار بتاعتها ب 12 سنتيمتر. It is wanted to divide into two pieces، هنقسمها لحتتين. يبقى انا معايا بتاع واير عباره عن سيركل، الراديوس بتاع السيركل ب 12، هنقسمها حتتين. لينسز يعني circumference يعني. قلت له جميل. From each piece find the length of each piece that makes the sum of the areas of the two circles to be minimum. طب بص يا معلم، اول حاجه انا معايا اريا كبيره، الاريا الكبيره دي الراديوس بتاعها ب 12. ماشي، نرجع بدي كده اهو، الراديوس هنا ب 12. طيب السيركمفرنس بتاعها مش اسمه 2 باي ار؟ يعني 2 باي ار باي 12 يعني 24 باي. ده السيركمفرنس الكبير، اللينس الكبير كله على بعضه. هنقسمه لحتتين، حته اسمها سيركمفرنس 1 وحته اسمها سيركمفرنس 2. واحده للسيركل الصغيره دي، واحده سيركل الصغيره دي. حلو كده؟ طيب احنا دلوقتي هنقول ان الراديوس ده اسمه اكس وان الراديوس ده اسمه واي. يبقى circumference 1 عبارة عن 2 باي في x يعني 2 باي x، وهنا circumference 2 عبارة عن 2 باي y. حلو، يلا بقى معلم، مش انت عايز اللينس بتاع each piece؟ قلت له يعني عايز circumference 1 و circumference 2 that makes the sum of areas. السم of areas هنسميها area total of the two circles to be minimum. التو سيركلز اللي هما الاريا 1 والاريا 2 بتاع السيركل اللي احنا مسمينها اكس وواي. طب نجيب اريا 1 باي ار سكويرد يعني باي اكس سكويرد بلس اريا 2 باي ار سكويرد يعني باي واي سكويرد. فناخد الباي كومن يطلع عندك اكس سكويرد بلس واي سكويرد. وهنا ما تقدرش تعمل ديريفاتيف لان انت معاك تو فاريبلز اكس وايه؟ واي. فنقوم عاملين ايه بقى يا معلم؟ بص، نجيب ريليشن بين الاكس والواي. ازاي؟ هو اللي قال، هو مش قالك احنا قسمناهم لتو بيسز؟ قلت له حلو، يعني السي هو عباره عن سي 1 بلس سي 2، فيبقى عندك هنا 24 باي ايكوال 2 باي اكس بلس 2 باي واي. فلما نعمل ديفايد ال 2 باي مش يطلع عندك 2 باي 2 باي، هيطلع عندك هنا 12 وهنا اكس بلس واي. ايوه هي دي الريليشن بتاعت ايه يا مستر؟ ان الواي هتبقى عباره عن 12 ماينس اكس، يعني الواي سكويرد هتبقى عباره عن 12 ماينس اكس اول باور 2. يعني هنا الواي سكويرد هتبقى عباره عن 144 ماينس 24 اكس بلس اكس سكويرد، فكتب براكت كمان. ايه ده؟ طب ما كده خلاص المساله خلصت. ليه؟ ادي الباي وادي اكس سكويرد ونشيل الواي سكويرد نحط الكلام ده اللي هو ده، يطلع 144 ماينس 2 ماينس 24 اكس بلس اكس سكويرد. فيطلع ادي الاريا عباره عن باي وهنا اكس سكويرد واكس سكويرد يبقى 2 اكس سكويرد ماينس 24 اكس وهنا بلس 144. يلا يا معلم هنعمل ديريفيتيف، دي اريا دي اكس. بص بقى الشياكه ليه بقى كلها اكسات. هنا ادي الباي ده هيبقى 4 باي
minus 24 وال 144 بزيرو. هنسأله امتى بزيرو امتى undefined؟ مفيش undefined عشان المسألة الدومين بتاعها R. هيبقى 4x minus 24 equal 0، يبقى الاكس ايكوال كام؟ 6. خد بالك ان انت جبت الاكس اللي ب 6. عايز اتاكد يا مستر هي ماكسيموم ولا مينيمم، تجيب حاجه اسمها السكند ديريفاتيف تيست، دي 2a دي اكس سكوارد. فلما هنعمل ديريفاتيف هتطلع ب 4 باي. 4 باي ده يعني جريتر ذان 0، يبقى الاريا هتبقى مينيمم. بس كده انا اتاكدت من كل حاجه. معاك الاكس تعرف تجيب الواي؟ طبعا. اجي اقوم قايل له ايه بقى؟ بص يا باشا، اجي هنا اقوم قايل له ات الاكس ايكوال 6، يبقى الواي ايكوال 6. عملت ايه؟ عوضت في الريليشن. طب انت كده معاك الاكس والواي، قال لي هات لي بقى سي 1 وسي 2. بس هو ده اللي هو عايزه. خد بالك هو ما طلبش منك الاكس او الواي اللي عندها المينيمم، ولا طالب منك الاريا المينيمم، السم بتاع الارياز المينيمم، لا ده هو عايز البارتس. فنقول له يبقى سي 1 عباره عن 2 باي باي اكس، يعني 2 في 6 يعني 12 باي، والسي 2 اللي هو البارت الثاني هيبقى اسمه برضو 12 باي. يبقى التو بارتس ار كام يا معلم؟ 12 باي في الاول و12 باي في الثاني. تمام كده يا باشا؟ كده انا حليت لك المساله بكل تفاصيلها بكل خطواتها، بس ممكن تكون محتاج انت تنظم شويه عشان لو الصفحه بتاعتك ما كفتش زي عندي كده. تمام يا معلم؟ تمام كده. يبقى احنا خلصنا موديل 1 بلس، وزي ما حكيت لك القصه عشان الامتحانات دي اللي نزلت في الاخر، كان في امتحانين قبل كده 1 و 2 فدول نزلوا بعدهم فسميناهم 1 بلس و 2 بلس. تمام، اشوفك في الامتحان اللي جاي، واتمنى تكون حليت بايدك كل المسائل، ولو في مساله معقربه معاك ولا حاجه حلها مره واتنين. خد بالك الافكار دي مهمه جدا. سلام.